معنا في هذا اللقاء السيد صالح سعيد الحاسي وكيل وزارة الحكم المحلي الليبي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أكيد أود شكر الأخوة في تونس على هذه الاستضافة الطيبة، كما أود الشكر المجلس المحلي زوارة والمجلس المحلي نالوت على كريم هذه الدعوة دعوتهم لمشاركتهم حقيقة في الحدث هذا المهم، وهذا يأتي حقيقة في ضمن العلاقات المتينة اللي تربط الشعبين، الشعب التونسي والشعب الليبي، والموقف المشرف للشعب التونسي خاصة في المناطق الحدودية، واللي كان له دور حاسم حقيقة في نجاح الثورة حقيقة في ليبيا. أعتقد أن هذا سيشكل أرضية مهمة لعمل في المستقبل، الاستفادة حقيقة من الخبرات، من تبادل خبرات من الجانبين، يدعم حقيقة مؤسسة لها خبرة طويلة في هذا المجال في رسم مسار التحول الديمقراطي وبناء الوحدات الإدارية الفاعلة التي لها قدرة على إحداث تنمية، وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية. هذا الملتقى أعتقد أنه شيء مهم جدا، نقطة انطلاق جديدة لبناء الدولة، انتقال من الثورة إلى الدولة. نأمل أن ننجح في رسم مسار، وضع آليات واضحة، وأن يكون هذا الملتقى هو مكون مهم للعلاقات بين الحكومات الليبية والحكومات التونسية التي ستكون حقيقة متتابعة نتيجة أن سيكون هناك تحول ديمقراطي وانتخابات قريبة. نأمل التوفيق للجميع. وزارة الحكم المحلي بالتأكيد أن من ضمن متبنية لقيم المشاركة والتواصل، وهذا ما دفعنا حقيقة للحضور لهذا المؤتمر. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا. شكرا سيادة اللقاء.